في التسعينات وقت ما كانت المخابرات المصرية والإسرائيلية في حرب خفية بعيد عن الإعلام وعن الناس، في الظاهر أصحاب وسلام واتفاقيات، لكن في الخفا كل طرف مستني التاني يغلط. ظهر اسم محدش كان سامع عنه قبل كده، عزام، شاب من عرب 48، اتولد في مدينة اسمها دلية الكرمل جوه إسرائيل، من عيلة درزية، عاش حياة عادية جدا، بس كان عنده حاجة مميزة، قدرة غريبة على كسب ثقة الناس، ضحكة واسعة ولهجة شامية ناعمة تدخل القلب من غير ما تثير شك. القصة بدأت بشكل عادي خالص. عزام كان موظف في شركة نسيج إسرائيلية، وبحكم شغله بدأ يسافر مصر كتير ضمن وفد تجاري بين مصر وإسرائيل. بعد اتفاقية الكويز كان باين عليه إنه رجل أعمال بسيط، جاي يبيع ويشتري، يقعد في فنادق فخمة وياكل في مطاعم كبيرة، كل حاجة شكلها طبيعي بل مهذبة كمان. بس الحقيقة هو ما كانش جاي عشان التجارة. المخابرات المصرية كشفت بعد كده إنه ضابط ارتباط في جهاز أمان الإسرائيلي، وده جهاز الاستخبارات العسكرية عندهم، واللي مش عارف عندهم 3 أجهزة: الموساد للمخابرات العامة، الشباك للأمن الداخلي، وأمان للاستخبارات العسكرية. عزام كان مكلف يجمع معلومات اقتصادية وصناعية وأوقات كمان عسكرية من جوه مصر عن طريق شبكة عملاء مصريين أغلبهم ما يعرفوش بعض أصلا. كان شاطر جدا في التخفي ويتكلم عن قد إيه هو بيحب مصر، وكان بيقول عن نفسه أنا عاشق لأرضها. بس المخابرات المصرية كانت صحياله جدا، بدأوا يلاحظوا إن زياراته كتيرة ومريبة، وبيروح أماكن ملهاش علاقة لا بالمنسوجات ولا بالبزنس، وكمان بيقابل ناس غريبة ملهاش دعوة بشغله. اتحط تحت المراقبة وبدأت الخيوط تتجمع واحدة واحدة لحد ما اتقبض على واحد من عملائه المصريين ومعاه ورق مشفر ومادة غريبة. المادة دي طلعت ورق حراري خاص بيتكتب عليه بالحبر السري، ولما يتعرض لحرارة معينة الرسالة بتظهر. يعني عزام كان بيبعته لعملائه وهم يكتبوا عليه الرسائل ويرجعوه له جوه عينات القماش أو فيليبس، فياخده ويرجعه لإسرائيل محمل بالمعلومات. المخابرات قبضت عليه بهدوء من غير دوشة في فندق في القاهرة. هو ما كانش مصدق اللي حصل، حاول في الأول يتماسك، بس قدام الأدلة والاعترافات انهار. اتحاكم في مصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل، وفي سنة 1997 صدر الحكم عليه بالسجن المؤبد. إسرائيل اتصدمت، ما صدقتش في الأول، وبعدها بدأت تحاول تضغط بكل الطرق، إعلام، مفاوضات، دبلوماسية، وكل حاجة. رئيس الوزراء وقتها يهود باراك قال إن الحكم ظالم، والصحف هناك قالت إنه رهينة سياسية، لكن مصر كانت حازمة وقالت مفيش إفراج عنه، وفضل في السجن سنين طويلة لحد سنة 2004 لما فجأة أعلنت مصر إنها هتفرج عنه في صفقة تبادل مقابل الإفراج عن الطالب المصري أيمن نور الدين و6 من زمايله اللي كانوا محبوسين في إسرائيل بتهمة التجسس. الصفقة ما تكشفش تفاصيلها كلها، بس الصحف الإسرائيلية كانت بتحتفل برجوع ابنها البار. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. وكمان عملنا قناة جديدة مخصوص للمتابعين اللي بيحبوا القصص دي، هتقدر توصلها بكل بساطة لما تضغط على اسم القناة اللي تحت الفيديو، وهيظهر ليك اسم القناة التانية تقدر تشترك فيها بكل بساطة، وهتلاقي هناك قصص جديدة عن أبطال أكتوبر والتاريخ المصري ومعلومات أكيد هتعجبك، بننزلها بشكل مستمر علشان تفضل دايما معانا في رحلة الحكايات اللي ما بتخلصش.